تحدث عن علمائنا الآخرين. يوسف بن تاشفين من علماء من مؤسسي الدولة المرابطية، المسجد الكبير اللي عندنا من تأسيسه، ولكن نغفل عليه يقولوا لنا موش جزائري. أخجل من الرد على مثل هؤلاء الناس، لكن كلامهم هذا يعني مستفز في نفس الوقت يدل على شيء ما. أنا لا أظنه غباء مطلقا، لأن الأمر يعني قد استفحل على جميع الأصعدة. كل ما هو مغربي ينسبونه لهم، بل وكل ما هو تونسي ينسبونه لهم من أكل وشرب ولباس وما إلى ذلك. يريدون رغما عن الحقائق أن يبنوا لهم حضارة وثقافة ويتميزوا عن غيرهم، لكن في الحقيقة لا يريدون أن يتميزوا عن غيرهم، يريدون أن يصبحوا نحن. لأن من يريد أن يتميز هو أن يأخذ شيئا ما يقوم بتطويره وإضافة أشياء إليه، وفي الأخير يقول لك أنا أخذت هذه الفكرة من فلان وقمت بتطويرها، كما هي الاختراعات. السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا اليوم غادي نشوفوا للأسف وزير الأوقاف والشؤون الجزائرية، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الجزائر كيكذب صراحة يعني وبكل ما في الكلمة معنى. والمشكلة أنه كيكذب على عالم من الأعلام، يعني العالم كله يعرف أن يوسف بن تاشفين ملك من ملوك المغرب، أو سميه سلطان أو سميه خليفة للمسلمين في الغرب الإسلامي، مغربي حد النخاع. أولا ينتمي إلى قبيلة معروفة اللي هي قبيلة صنهاج الأمازيغية أول حاجة. ثاني حاجة أنه من الصحراء المغربية، يعني ما بين وادنون وبوجدور، هذا هو الأصل ديال يوسف بن تاشفين. لكن باش تعرفوا السبب اللي خلى هذا الوزير الجزائري كما غادي نشوفوا يقول بأن هاد العالم من الأعلام وهاد الرمز من الرموز ديال الدولة المغربية جزائري، يعني سبب مضحك، وغادي نبينوا على أنه فعلا مضحك، وسبب أو دليل ساذج مثير للسخرية ومثير أيضا للشفقة على هؤلاء الناس. هنشوفوا ونعود نرجعوا نعلقوا عليه. تحدث عن علمائنا الآخرين. يوسف بن تاشفين من علماء من مؤسسي الدولة المرابطية، المسجد الكبير اللي عندنا من تأسيسه، ولكن نغفل عليه يقولوا لنا موش جزائري تاع جهة أخرى. وهكذا عندما نتحدث عن الشيخ الخضر حسين. الشيخ الخضر حسين صحيح ولد في تونس وتوفي في مصر، وكان يوما ما شيخ الأزهر الشريف، الشيخ محمد الخضر حسين، ولكنه أصله من طولقة، وأصوله الآن موجودين عند الشيخ عبد القادر العثماني، ويعرف ذلك الشيخ رحمه الله، وهذا شيء مع السلالة نتاعو موجودة، وهو حي يقولوا مش تاعنا. وشفتي دابا هذه هي طريقة التفكير عند من هم في أعلى سدة الحكم. وبالتالي أخي المغربي لا تنزعج عندما يخرج لك جزائري ويقول بأن الزليج جزائري، أو يقول لك القفطان جزائري، أو يقول لك ابن عاشر مثلا فقيه من فقهاء ديال الفقه المالكي اللي الجزائريين كلهم كيعرفوه، كيعتبروه واحد المصدر مهم في الفقه المالكي. عادي جدا، لأن النخبة عندهم من هم في أعلى سدة الحكم، عوض أن يكون تفكيرهم منطقي، أن يكون ناس يعني على الأقل أن لا يقحموا أنفسهم في أمر يجعل منهم محط سخرية الآخرين. دابا هذا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الجزائر، وعنده دكتوراه وأستاذ جامعي وعنده بزاف ديال الحوايج، لكن كيكذب على عالم من الأعلام اللي كان معروف في العالم كامل على أنه مغربي خليفة للمسلمين في الغرب الإسلامي في الدولة المغربية ومن بنات مدينة مراكش. وخليت الفيديو شوية طول واحد شوية باش تشوفوا عاوتاني كيف أنهم ينسبون لهم شخصية تونسية، ولد في تونس وترعرع في مصر وعاش في كذا، ولكن في الأخير فهو جزائري. المهم نرجعوا للقضية ديال يوسف بن تاشفين. قال لك سيدي يوسف بن تاشفين يوجد عندنا هنا في الجزائر ذاك المسجد العظيم وهو قد بناه يوسف بن تاشفين. هل بناء مسجد في الجزائر لا تعرفون المغزى منه عند الملوك المغاربة وإلى يومنا هذا دليل على النفوذ السياسي والنفوذ الاقتصادي، ودليل على أن الدولة المغربية تحكم هذه المنطقة. يعني الفترة فاش بنى يوسف بن تاشفين المسجد في الجزائر فهو كان يحكم الجزائر وكل الأراضي التي تسمونه اليوم الجزائر. أخجل من الرد على مثل هؤلاء الناس، لكن كلامهم هذا يعني مستفز في نفس الوقت يدل على شيء ما. أنا لا أظنه غباء مطلقا، لأن الأمر يعني قد استفحل على جميع الأصعدة. كل ما هو مغربي ينسبونه لهم، بل وكل ما هو تونسي ينسبونه لهم من أكل وشرب ولباس وما إلى ذلك. يريدون رغما عن الحقائق أن يبنوا لهم حضارة وثقافة ويتميزوا عن غيرهم، لكن في الحقيقة لا يريدون أن يتميزوا عن غيرهم، يريدون أن يصبحوا نحن.
لأن من يريد أن يتميز هو أن يأخذ شيئا ما يقوم بتطويره وإضافة أشياء إليه، وفي الأخير يقول لك أنا أخذت هذه الفكرة من فلان وقمت بتطويرها. كما هي الاختراعات، ماشي كل مرة كتخترع هاتف واحد جديد، راه الأصل كاين هاتف واحد ويتم تطويره من شركة لشركة، من جيل لجيل، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وما زال في طور التطور. فالرجوع للمسألة ديال المساجد، السنغال فيها مساجد مغربية، كوت ديفوار فيها مساجد مغربية، وباقي الدول الأخرى ديال غرب إفريقيا فيها مساجد مغربية. هل ادعى في يوم من الأيام السنغالي أو واحد من كوت ديفوار قال بأن ما دام هذا المسجد بناه الحسن الثاني أو محمد السادس فنحن يعني أصحاب الأرض في المغرب، أو نحن الأصل، أو الملك محمد السادس أو الحسن الثاني منا؟ ما كيقولوش هادشي، لأن كيعرفوا بأن هادشي ما يقبلوش حتى عقل ديال طفل صغير. فما بالك بوزير أوقاف لدولة تدعي أنها القوة الضاربة وأنها يعني استحوا حتى لا يعني ندخل معكم في نقاشات أكثر مما هي مفتوحة اليوم. فإلى فيديو آخر، الله يهدي الجيران ديالنا. سلام.